كيف حسم المغرب معركة الصحراء داخل واشنطن قبل الأمم المتحدة وبنى نفوذه داخل قلب القرار الأمريكي، بقلم الأستاذة فاتحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. هل يمكن لدولة أن تربح معركة دون أن تطلق رصاصة واحدة؟ سؤال يبدو نظريا في ظاهره، لكنه في الحقيقة يلخص ما يجري اليوم خلف جدران أكثر العواصم تأثيرا في العالم، في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون أن ملف الصحراء يحسم داخل أروقة الأمم المتحدة. هناك معركة أخرى أكثر عمقا وأخطر أثرا تخاض في صمت داخل واشنطن، معركة لا تبث على الشاشات ولا تصدر بشأنها بيانات رسمية، لكنها قادرة على تغيير موازين القوى بالكامل. داخل الكابيتول هيل لا تدور مجرد نقاشات سياسية عادية، بل صراع نفوذ حقيقي، حيث تتحرك الدول ليس عبر الجيوش بل عبر شبكات الضغط واللوبيات والتحالفات الاستراتيجية. وهنا تحديدا يظهر التحول الكبير في المقاربة المغربية. المغرب لم يعد فقط في موقع الدفاع عن موقفه، بل انتقل إلى مرحلة أكثر تقدما، مرحلة إعادة تشكيل قواعد اللعبة من داخل مركز القرار العالمي. خلال السنوات الأخيرة لم يعد التحرك المغربي مجرد دبلوماسية تقليدية تعتمد على الخطابات والبيانات، بل أصبح عملا منظما دقيقا يعتمد على أدوات حديثة في التأثير السياسي. الأرقام وحدها تكشف حجم هذا التحول. ففي سنة 2025 تجاوز إنفاق المغرب على أنشطة الضغط والتأثير داخل الولايات المتحدة 3.48 مليون دولار، وفق سجلات رسمية لوزارة العدل الأمريكية ومنصات تتبع النفوذ مثل أوبن سيكريتس. في المقابل لم يتجاوز إنفاق الجزائر التي تعد الطرف الداعم الرئيسي لأطروحة البوليزاريو حوالي 300 ألف دولار في الفترة نفسها. الفرق هنا ليس مجرد رقم، بل مؤشر على ميزان قوة جديد يبنى بهدوء. لكن القوة الحقيقية لا تكمن فقط في حجم الإنفاق بل في طريقة استخدامه. المغرب لم ينفق هذه الأموال بشكل عشوائي، بل وجهها نحو شركات ضغط واستشارات سياسية من الطراز الأول مثل أجين كامب ويورك تاون سوليوشنز، وهي جهات تمتلك خبرة عميقة في التأثير على الكونغرس الأمريكي وصناع القرار. هذه الشركات لم تكتفي بالترويج للموقف المغربي، بل عملت على إعادة صياغة النقاش داخل المؤسسة الأمريكية وتحويله من نقاش نزاع إقليمي إلى نقاش حول حل واقعي ومستقر يخدم المصالح الأمريكية. وهنا يبدأ التحول. بمرور الوقت لم يعد المغرب فقط طرفا في النقاش، بل أصبح أحد من يحدد اتجاهه. داخل الكونغرس بدأت تظهر مواقف أكثر وضوحا في دعم الطرح المغربي، سواء من خلال بيانات رسمية أو مشاريع قوانين أو زيارات ميدانية. نواب أمريكيون بارزون بدأوا يتحدثون بلغة مختلفة تؤكد على أن الحل الواقعي يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بدل العودة إلى أطروحات قديمة لم تعد تجدي صدى في الواقع الدولي. ولم يكن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر 2020 مجرد قرار سياسي عابر، بل نقطة تحول استراتيجية تم تثبيتها لاحقا عبر استمرار الدعم داخل المؤسسة الأمريكية رغم تغيير الإدارات. لكن الأخطر في كل هذا هو أن المغرب لم يكتفي بكسب الدعم، بل بدأ في محاصرة خصومه داخل واشنطن. أطروحة البوليزاريو التي كانت تحظى بدعم سياسي وإعلامي لسنوات بدأت تفقد حضورها تدريجيا داخل دوائر القرار. المغرب نجح في نقل المعركة من الدفاع إلى الهجوم عبر تجفيف منابع الدعم السياسي والمالي والتأثير في السردية التي تقدم داخل المؤسسة الأمريكية. وفي بعض الحالات لم يعد النقاش حول حق تقرير المصير كما كان في السابق، بل تحول إلى تساؤلات حول طبيعة بعض الأطراف وعلاقاتها الإقليمية وتأثيرها على الاستقرار. هنا التحول لم يكن معزولا عن سياق دولي أوسع، ففي أوروبا بدأت دول مؤثرة مثل فرنسا وإسبانيا في تبني مواقف أكثر وضوحا تجاه دعم مبادرة الحكم الذاتي، فيما عززت استثمارات اقتصادية كبرى حضور المغرب في الأقاليم الجنوبية. كما انضمت دول أخرى مثل بريطانيا وإسرائيل إلى هذا التوجه، مما خلق كتلة دعم دولية تعزز الطرح المغربي وتمنحه ثقلا أكبر في المفاوضات. في هذا السياق أصبحت حتى المفاوضات التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة تتأثر بما يجري خارجها،
فالجولات التي تعقد في واشنطن أو غيرها لم تعد مجرد لقاءات دبلوماسية، بل تجري في ظل ميزان قوى جديد يميل بوضوح نحو المغرب. وهنا يظهر جوهر الاستراتيجية المغربية. الحسم لا يتم فقط في قاعات المفاوضات، بل قبلها في أماكن صناعة القرار. ما يقوم به المغرب اليوم ليس مجرد دبلوماسية نشطة، بل نموذج متكامل لما يمكن تسميته بالهجوم الصامت. هجوم لا يعتمد على التصعيد بل على التراكم، لا يقوم على المواجهة المباشرة بل على إعادة تشكيل البيئة التي تتخذ فيها القرارات، وهو ما يجعل خصومه في وضعية ارتباك غير مسبوقة. السؤال الذي يطرحونه اليوم لم يعد كيف نواجه المغرب، بل متى تغير ميزان القوى وكيف حدث ذلك.